السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وراحة بال. النهاردة هنتكلم عن تفسير رؤيا الوجه في المنام بكل ألوانه وتفاصيله. الوجه الأسود في المنام. الوجه الأسود في المنام مش كله خير ومش كله شر. فمن بشريات الوجه الأسود في المنام لو شافت امرأة وكانت منتظرة مولود، فده بشرى لها بقدوم أنثى أو بنت. والرجل نفس الحكاية، لو كان منتظر مولود فده بشرى له بقدوم بنت بإذن الله. أما لو شفت وجهك أسود في العموم فده تحذير من هم أو ذنب أو مشكلة معينة أو تغيير حال من حال إلى حال أسوأ. ربنا يعافيكم يا رب، والله أعلى وأعلم. ثالثا، الوجه الأحمر في المنام. الوجه الأحمر بيدل على النشاط والعزة والفرح أو أمر منتظره سوف يتم. ممكن يرمز إلى الحياة وممكن يرمز إلى أمر يغضب على حسب سياق المنام. أما الوجه الأصفر وده أكتر الألوان اللي بتخوف الناس، ولكن مش دايما شر أو وحش، فهو أحيانا بيكون تحذير من تعب أو مرض أو حسد أو توتر وقلق سيصيب الرائي. ربنا يحفظكم يا رب ويعفو عنكم، والله أعلى وأعلم. وأحيانا بيدل على قوة الإيمان والتقوى والتقرب إلى الله، أو اللي بينك